تحية لكم متابعينا مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشوفونا، بحييكم أجمل تحية. بالأمس حكينا مع الزميل العزيز المحجوب الزاكي عن مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، واليوم العين يهدي الإمارات إنجازا تاريخيا على حساب الهلال السعودي، ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا. للمزيد عن هالمباراة اللي تابعها الزميل العزيز المحجوب الزاكي، اللي راح يطلعنا بشكل أكبر عن هالمباراة. تفضل زميل محجوب. اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بمتابعيك. طبعا كما عرف الجميع، فريق العين الاماراتي يتاهل الى الدور النهائي لدوري ابطال اسيا، وبذلك المره الرابعه على المستوى التاريخي، ويلتحق كذلك بفريق الهلال السعودي. الرجوع استاذ عمر لمجريات المباراه، اكيد على ان المباراه بدات كما جرت العاده، وهو معلوم انه ضغط هلالي الذي اسفر عن ضربه جزاء في اول دقيقتين من زمن الشوط الاول، وبالفعل انبرى لها اللاعب البرتغالي نونيز وسجل هدف التقدم. لكن هذا الهدف زاد اصرار كثيرا وعزيمه من لاعبي فريق العين، تمكنوا من العوده عن طريق اللاعب إيريك وسجل الهدف التعادل. هذا الهدف الذي احتج عليه كثيرا لاعبي فريق الهلال بحكم أنه كان هناك مصيدة تسلل، لكن بمجريات المباراة عرف كيف يجاري فريق العين فريق الهلال، واستطاع المجيء والعودة والرجوع ببطاقة التأهل. هذه البطاقة كذلك سمحت لبطل الإمارات أو صاحب المركز الثاني بأن يأخذ بطاقة أخرى لدوري أبطال آسيا، وفريق العين كذلك سمح وضمن تأهله إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا. نقول مبروك لنا جميعا بهذا التأهل وهذا الإنجاز الكبير، ومبروك مرة أخرى لزعيم العين الإماراتي هذا التأهل. إذن شكرا زميل محجوب، بنقول من ضمن صوتنا لصوتك بنقول ألف مبروك للعين الإماراتي، وتمنياتنا للأندية الإماراتية جميعا بالتوفيق والألق والتألق والنجاح دائما. شكرا جزيلا. عفوا.